اشترى أفضل هدية يمكن أن تقدم لوالد في الحياة، واقتنى أشياء أخرى لا تصدق. كيف ينفق إيرلينغ هالاند راتبه الخرافي؟ في رأيك الأرقام القياسية والأهداف التي لا تنقطع التي يسجلها المهاجم إيرلينغ هالاند مع مانشستر سيتي حاليا كم تساوي؟ بمعنى آخر، إذا كنت مديرا في السيتيزن، كم تعطي هذا المهاجم السفاح أسبوعيا لكي تبقيه دوما داخل أسوار قلعتك؟ 200,000 يورو؟ 500,000 يورو؟ هذا الرقم لا يقترب حتى مما يحصل عليه النرويجي في ملعب الاتحاد. فعلى الرغم من عدم تجاوزه لراتب اللاعب الأعلى أجرا في الفريق كيفن دي بروين على الأوراق، إلا أن المكافآت والحوافز التي اتفق عليها والده ووكيل أعماله الراحل مينو رايولا تجعل ما يدخل حساباته في الأسبوع الواحد قرابة 1,000,000 يورو. والآن بقي السؤال الأهم، يا ترى كيف ينفق شاب صغير لم يتجاوز 22 عاما كل تلك الأموال؟ الإجابات قادمة، فقط انتظر لنهاية الفيديو. اشترى قصرا في إسبانيا. يعيش هالاند في بيت مريح في مقاطعة تشيتشاير الإنجليزية، ولكنه بيت لا يليق بلاعب كسب آلاف اليوروهات منذ بداية مشاهدتك لهذا المقطع. فالقصر الفعلي المفضل للنجم النرويجي اشتراه في ماربيا بإسبانيا، والذي كلفه قرابة 6.5 مليون يورو. وكما تتوقعون، هو قصر فخم للغاية مطل على ساحل البحر المتوسط وميناء اليخوت الشهير هناك، بالإضافة إلى احتوائه على مسبح عملاق طوله 77 مترا وصالة ألعاب رياضية وغرفة سينما وتفاصيل أخرى لن أسردها عليك حتى لا تتعقد الأمور. ولكن صدقني حين أقول لك أن هالاند لا يقضي في هذا المكان سوى أياما معدودة في العام. غرفة تبريد. ابتاع هالاند لنفسه بدافع هوسه بإبقاء جسده في أفضل وضع وحال غرفة تبريد مكتملة المعدات كلفته 50,000 يورو، تحتوي على أجهزة ومعدات حديثة في مجال الاستشفاء وعلاج مشاكل البشرة والجلد. اشترى قصرا آخر. كما قلنا، الأموال تأتي ولا تنقطع، والاستثمار في العقارات يبدو أنه هواية لدى النرويجي، بعدما اشترى قصرا آخر في نفس المدينة ماربيا بإسبانيا، ويبعد عن قصره الأول 10 دقائق فقط بالسيارة. ولكن هذا القصر أقل في المساحة والفخامة، وخصصه لوالده وعائلته ليكونوا بجواره حين يقضي إجازاته. ونعم الهدايا يا إيرلينغ. هل انتهينا عند هذا الحد؟ كلا، هناك المزيد. الأمور الاعتيادية للاعبي كرة القدم والنجوم المشاهير، الأحذية النادرة والباهظة الثمن وأساطيل السيارات الفارهة. فهالاند اشترى خلال 3 أعوام فقط مجموعة من أغلى السيارات في العالم: أودي RS 7، أودي Q 7، مرسيدس GT 63، BMW M5. توقف يا هالاند، لقد عرفنا أنك متيم بالماكينات الألمانية، فلا تشعرنا أنك واحد من تلك الماكينات من فضلك.